عمل صالح عمله ولكن ضاع ثوابه إلى أصحاب الحقوق، كما بين بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. المفلس فينا من ليس عنده درهم ولا دينار. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة وحج وأعمال بر، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وخاض في عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم. ده مصايب هتجيله من غيره، بلاوي غيره هتجيله هو. تخيل هذا المشهد العجيب، ان هذا الرجل كان هيخش الجنة خلاص، اهو كان من اهل الجنة واعماله اعمال خير، ولكنه قبل ان ينصرف الى الجنة ما زال عليه ديون، شتم هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا. هذا الرجل كان يصلي ويزكي ويصوم ويحج، ولكن من الناحية الثانية عمال يضيع هذا الثواب. فيأخذون من حسناته حتى تفنى، وما زال أصحاب الحقوق لم ينتهوا بعد من أخذ حقوقهم. فماذا يفعل؟ وماذا يكون المردود؟ وبماذا يعطي هؤلاء؟ فيؤخذ من سيئاتهم، سيئات لم يعملها يأخذها. نعم يأخذها. فلان هذا الذي يعني فعل أفعال شر وفعل كذا وكذا، هذا الشر وهذه السيئات يأخذها، هذا أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه وطرح بها في نار جهنم. بالله عليك يا أخي يا مسلم، يتحسر بقى ولا ما يتحسرش؟ بعد ما كان تخيل كده واحد عمال زرع أرض، والأرض دي أثمرت وأخرجت من كل الثمرات، وفي لحظة جاء أحد الناس واغتصب هذه الأرض ولم يبقي له شيء، أخذها كلها. ماذا سيكون حاله؟ هل سيندم؟ هل سيتحسر أنه خسر كل هذا في غمضة عين أم لا؟ نعم سيندم، لأنه لم يحافظ على هذا الخير، لم يحافظ على أعمال الخير هذه. ثم يندم بعد ذلك أنه، أو الحسرة التي تأتي بعد ذلك، أنه سمع كلام الشيطان. من ضمن الحسرات أنه عندما يرى الشيطان قد تبرأ منه، لأن الشيطان سيأتي يوم القيامة ويخطب في أهل النار، ويقف على منبر من نار ويعظ. نعم أخي الحبيب، الشيطان سيعظ في النار يوم القيامة ويقول كلاما طيبا، ولكن بعد أن ينتهي الأمر الشيطان سيخطب. نعم سيخطب. ولماذا ستكون هذه الخطبة؟ لأن هناك فرق بين الخطبة والخطبة. فلماذا ستكون هذه الخطبة؟ هذه الخطبة ستكون لحسرة أتباعه ويتحسروا ويندموا أنهم اتبعوه. بماذا يخطب الشيطان؟ يقول الحق سبحانه وتعالى مبينا ماذا سيقول الشيطان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. تخيل أن الشيطان سيعظ بهذا الكلام. وقال الشيطان لما قضي الأمر، انتهى كل شيء، ماذا سيقول؟ يقول لأهل النار: إن الله وعدكم وعد الحق، وعدكم بجنة ووعدكم بنار، وعدكم بكذا وكذا، وعدكم وعد الحق،
ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. ما كانش الشيطان كده بيجي يشد الواحد من هدومه كده ويقول له اوعى تروح المسجد، ما حصلش. ما كانش يمسك ايده كده ويقول له اوعى تزكي، ما حصلش. لم يكن يأخذ بيده إلى الفاحشة ويأخذه رغما عن أنفه، لم يحدث هذا. وما كان لي عليكم من سلطان، أي من قهر وقوة. أمال ماذا كان يفعل حتى اتبعه كل هؤلاء؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. بس كده، مجرد بس بعت لك دعوة كده، رسالة، بعت لك رسالة بس جواب كده، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. لا أنا هنفعكم ولا أنتم هتنفعوني، لا أنا هنقذكم ولا أنتم هتنقذوني. الشيطان يقول هذا الكلام: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فهذا الشيطان عندما يخطب هذه الخطبة ويسمعها كل من تبعه ستكون هناك حسرة وندامة على أن هناك أناس ساروا خلف الشيطان وسمعوا